الدنيا لا شغل ولا مشغلة، الحياة قفلت معي للأخير. حتى العربية ما خرجتناش لطريق، لا لقينا لمستأجر ولا قدرنا نستأجر لقاطره. أيوة صح، ما فيش غير طاهش أخي القاطرة حقه بدون عربية. ايش رايك يا طاهش نركب العربية حقين فوق القاطرة حقك وطلبنا الله أنا وأنت نص بالنص؟ والله أنا أفكر بهذا الموضوع من زمان يا نحاش. هذه فكرة جهنمية. أصلا إحنا غلطنا لما قسمنا الورثة حقنا، هي ما تتقسمش. خلاص احنا نركب العربية، بقينا نطلب الله يا طاهش، لكن لا أنا ولا أنت نعرف نسوق، كيف نفعل؟ من هذه الناحية لا تقلقش يا نحاش، إحنا شندي سواق فاهم، شندي له شقاء، لا تقلقش. خلاص تمام، أنت اسرح دور سواق وأنا شاروح أجيب رفاعة وأركب العربية فوق القاطرة. وسواقك هو جالس عند البيت حق مقداد، أنت تعرفه، تنبو مع قاطرة واحتق بيصبع القاطرة حقه، شاروح أشوفه وارجع له. زي ما قلت لك القاطرة حقي وحقك ناهش، لا تشتغل معنا سواق، ندي لك حقك، احنا ندي لك شقائك. تمام يا طاهش، لكن كم شدوا لي راتب. خلينا نتكلم على البياس. البياس اللي نشقي به نقسمه بيننا، 10% لك و10% للقاطرة و80% لولخيناهش، 800 برنس اتفقنا. 10% والله انه قليل يا طاهش، لكن عادي انا موافق، احسن من الفرغة. ما أناش مصدق عيوني أنا هيش، القاطرات لا تجنن، أخيرا اتحقق حلمنا. صراحة اديت الرفاعة وركبني القاطرة جاهز، متى ما فعلت مع السواق يا طاهش؟ هذا هو السواق، اتفقت له على كل حاجة، ما عاد باقي إلا نسلم للقاطرة يبدأ يطلب الله. أنا متفقتم يا طاهش، هو البيس كيف تحسبنا في السواق كم نديله؟ 10% للسواق و10% للقاطرة و80% لولك يا ناهش. لك الحمد يا رب، لك الحمد، خليتني اتفق مع أخي، لك الحمد يا رب، أخيرا استضحك لنا الحياة. وينه السواق حقك يا طاهش؟ روح له شهر ما لقيناش منه حتى ريال. لما تقول السواق حقي أنا هيش، السواق هذا يشتغل معي أنا وأنت. هذا السواق أنا ما أعرفوش، أنا أعرفك أنت يا طاهش، يا أما يشتغل على الناس ولا جاش الحق العربية. ما هو تقول يا أنا هيش، ما هو دخل العربية يا أنا هيش، يا أما يشتغل السواق هذا مع الناس ولا ندينا السواق غيره، العربية ما ليش داخل. الحين قل لي وينه السواق؟ لمو مندي لنا شبيس، الرجال روح له شهر لا حس ولا خبر. أي سرحنا له للبيت نشوف ما هو الخبر، يمكن كان مشغول ولا حاجة، أي سرحنا له. مو من البياس اللي تدورنه.
ليه شهر اشتغل وصلح القاطرة ما دخلتوش حتى ريال واحد لجيبي. أنا قلت لك 10% للقاطرة، لما ما صلحتش بال10% حقه. مو من 10%، 10% ما تكفيش، صلحتي بالبياس كله وزيد غلقته فوق من بياسين. خلاص رجع القاطرة، أنت ما تنفعش، والسواقين كثير غيرك، أجيتش تلعب علينا. ادوا البياس حقي وشليتم القاطرة حقكم، وإلا انقلعتم من قدامي أجيتم تفهموني شغلين. يعني مش ترجعش القاطرة بالرضا؟ هيا أنا هيش، هيا نروح القسم، مو دولة هي اللي تخرج لنا حقنا، هيا جزعنا. هذا خويك يضحك عليك، خذ عربيتك منه وأنا بخليك تكسب من وراها فلوس وايد. ما هو شخ اللي سرق عربية، اللي سرق عربية السواق، نشتي نخرجها منه. أنا بساعدك وأخذ لك حقك، بس إذا تبى فلوس واجد خذ حقك من خويك، ترى قاعد يضحك عليك. تمام، خرج لنا القاطرة وبعدين أنا أشيل حق العربية منه. القضية حقي بالقسم، تحسب إن أنا هبل خليكم تسرقوني وأنا ساكت. القضية حقنا، القضية حقنا يا ناهيش، القضية حقي وحقك بالقسم. السواق هذا سرقني أنا وأنت، سرقنا احنا الاثنين، ما سرقكش لوحدك يا أخي، لما تقول قضيتك لوحدك؟ أنا إنسان مظلوم مثلك. هذا السواق أنت اللي نديته، تلعبوا علي، ما أنا شهبل يا طاهش، أنا ما أنا شهبل. لا أنا تعاملت له عليك، مش أسرعش أنا وأنت للقسم علشان نشتكي به، بعدين خلي القاطرة تخرج. دورت للتسوق على معرفتك، أنا مش أتفاضلش. ما أبوش حاجة اسمها قاطرة يا طاهش، أنت أشيل الرأس حق قاطرة وأنا أشيل حق العربية، كل واحد بطريقه. طاهش وناهش أديتم للشيطان بنفسه علشان يتوسط لكم. قضيتكم كانت واضحة ومعروفة، كانت تحتل بدون وساطة، ما يحتاج تدوا للشيطان يتوسط لكم. عسكري تعال شل هذا ودخلتوا الحبس بسرعة، وانتم شلوا القاطرة حقكم وانقلعتم من قدامي، ما اشتيش اشوف صوركم مرة ثانية، ما حد يروح عند الشيطان بنفسه الا انتم، تحملوا ما جاكم، يلا انقلعوا. أنا مو ذنبي يا أخي، السواق هذا ظلمني وظلمك، خدعني احنا الاثنين. بالحين أنت دور سواق على معرفتك، دور سواق للقاطرة، أنا مش أتفاضلش، حرام يا أخي نفسي ليه. شيل حقك وأنا أشيل حقي، وأنت بطريقك وأنا بطريقي، دور لك غير يشاركك، افصل العربية حق الليل. شليت العربية حقي من أخي وديتوها لا عندك، يلا أنت قلت ليش تخليني أكسب بيس كثير. خلاص خلى القاطرة وروح الحين والباقي علي. ولد خذ قاطرتك وروح اشتغل، بتصير بروحك وما عندك منافس. طاهش وناهش انفصلوا.
هي معافيتي يا مدير، انت قلت ليش تكسب بيس كثير وانا بيس. انت ما تفهم، انا قلت لك اذا شغلت القاطرة بتصل فيك، لا تقعد كل شوي تدق بابي روح الحين. أنا قلت لك يا أخي ما حدش يجي حل عليك من أخوك، لا تسرح تدور لك الغريب. الغريب هذا يدور مصلحته ما يدورش مصلحتك يا أخي. والله إنه صدقك يا طاهش، بس اقتص عند الحق وانا اجري بعده، هذه المرة خدعوني لوحدي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين